ان انا ابص، ادخل دماغي جوه العربيه عشان ابص على الراجل اللي موجود. فظهرت ماسورة السلاح الناري جنب رجليه في دواسة العربية، جنب رجليه في دواسة العربية وظهره، لأن السلاح الناري يا باشا جنب رجلين مين؟ جنب رجلين الفنان محمد رمضان، لأنه كان قاعد وكان هو يا فندم اللي سايق العربية بتاعته. هو اللي سايق؟ وقلت له يا فندم طب انت اتجاه حضرتك فين؟ قال لي انا اتجاهي رايح اصور فيلم، مشهد فيلم قلب الاسد في طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، في جمعيه احمد عرابي. طريق مصر الاسماعيليه. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فقلت له طب بعد اذن حضرتك، في عسكري بعد كده قال له محمد رمضان انا عايز اصور مع حضرتك وكده. فقلت له لو سمحت ممكن حضرتك تتفضل تخش الحقن الكمين. هو نازل من العربيه وانا طبعا شايف السلاح من اول حضرتك، هو بيفتح باب العربيه، رحت مال اليا وجايب السلاح الظاهر اللي كان جنب رجلين الفنان محمد رمضان. قلت له ايه ده؟ قلت له ايه ده؟ ده قال لي ده بتاع تصوير. طب قلت له ما دام ده حضرتك بتاع تصوير، ببص على الماسوره، حضرتك عارف ان السلاح الموجود صنع محلي خرطوش اللي كان مصور بيه في فيلم عبده موته. هو قال انه السلاح اللي انا صورت بيه في فيلم عبده موته سلاح رمزي، سلاح شكلي يعني، مش سلاح حقيقي يعني. لا يا فندم، هو نفس السلاح. هو نفس السلاح اللي ضبط في الكمين، هو نفس السلاح، والسلاح حقيقي، وكان دي طلقه حي داخل الماسوره بتاعه السلاح وانا فرغتها. تمام يا فندم. هي سلاح خرطوش؟ سلاح خرطوش يا فندم من عيار 12. عيار 12. وفي طلقه يعني سلاح جاهز للاستخدام؟ الله ينور عليك يا فندم. وكمان ما فيهوش بقى يعني طلقات في كده، في لقيت معاه طلقه حيه جوه السلاح الخرطوش. وارد جدا يا فندم ان هو ماشي جنب اي عربيه بتحصل للشعب المصري عامه، مش زحمه والكلام ده، انت تزن انا ازن عليك، ممكن حد يتطاول على التاني، جايز جدا ان هو يطلع الفرد الخرطوش يضرب بيه اي حد. يبقى احنا كده خسرنا روح مواطن، خسرنا واحد بدون يعني اي ذنب. طيب هو قال ان العربيه بتاعته نقيب علاء، خليني انوب عن الغيب، انا كنت اتمنى انه يبقى موجود معانا